اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايب؟ معكم منار او المطبخ المصري البسيط. النهارده عملنا حل الفواكه او حلو الفواكه بالبرتقال، كان جميل جدا، روعه. الطعم كان حكايه ما شاء الله، بفواكه مشكله، فراوله وموز وكيوي وتفاح، وزي ما قدامكم كده طلع بالجمال ده ان شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. شايفين المنظر؟ بصراحه كان الطعم حكايه وروعه ما شاء الله. جربوها بنفس الطريقه تعجبكم جدا، تعجب اولادكم بجد ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل ده اتعمل ازاي. معانا كيوي بقى كده، معانا الكيوي قشرناها وهنبدا بقى نقطعها مكعبات. 2 كيوي 3 اللي عندك هتعمليهم، تقطعهم بقى كده وتحطهم في بوله. وبعد كده هنيجي للتفاح، هنطلع البذور منه طبعا، وهنبدأ بقى نقطعه شرايح كده. وبعد كده هناخده ونعمله مكعبات، طريقة سهلة وبسيطة جدا. بدأت كده خلصته افضيه في البولة التانية، وهرجع بقى تاني نقطع الفراولة مع بعضنا. فراولة طبعا لو فيها قطعة صفرة ولا حاجة هنبدأ نطلعها، ما فيهاش هنقطع على طول. وهنبدأ كده نقطعها مكعبات ان شاء الله. هكون نزلت لكم ان شاء الله ازاي نعمل صوص الفراولة ان شاء الله بأمر ربنا، وبدل ما تشتريه بالغالي من بره. كده قطعنا الفراولة وحطيناها في البولة، وبدأنا نجيب الموز ونقطعه برضو، نقسمه على 4 ونقطعه برضو مكعبات صغيرة. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة ولا أي افتكاسات. تغيير لأولادنا في المطبخ. ساعات يقولوا يا ماما مفيش حاجة حلوة مش عارفة ايه، فأنا حبيت ان انا افرحهم واعمل لهم حاجة حلوة كده وجديدة. بجد الفيديو كان جميل جدا، والحلى الفواكه ده كان جميل جدا. جينا كده بعد ما قطعنا الفواكه، جبنا بقى 3 كوبايات عصير برتقال، وبدأت كده ان انا احطهم في حله. طبعا 3 كوبايات عصير برتقال مركز، معلش ولا نقطه ميه، مركز يا حبايبي. عاملينه في العصاره اليدوي وصفناه، وحطينا عليه كوبايه ونص قصدي نص كوبايه سكر. يبقى 3 كوبايات عصير برتقال مركز عليهم نص كوبايه سكر، لان طبعا نص كوبايه سكر لان البرتقال مسكر. برتقال بسرة. وبدأت كده ان انا اجيب، حطيته على النار ربع ساعة، وبدأت ان انا اجيب 3 معالق نشا، 3 معالق يا نشا يا 3 معالق كاستر. انا حطيت 3 معالق كاستر هرميين يا حبايبي، مع عليهم كده ربع كوباية مية. ندوبهم كده فيهم لحد ما يدوبوا. مش عارفة كان فيه، كنت عاملة معلقة جيلاتين، معرفش المقطع ده ما جاش ليه. تعملوا معلقه جيلاتين في ميه وتضيفوهم على عصير البرتقال وهو على النار، هيدي قوام جميل جدا. وبدات ان انا احط الكاستر كده والفه مع التقليب المستمر لحد ما بقى بالقوام ده طبعا. وحطينا الجيلاتين، مش عارفه المقطع ده راح فين. جبت بقى القالب تبعي، حطيت فيه حوالي معلقه زيت صغيره، ولفيت الزيت فيه كله داير ما يدور عشان الحلو ده ينزل معانا بسرعه. وبدأت كده ان انا اوزع شوية كيوي في قاع القالب، وهوزع باقي الفواكه برضو بنفس الشكل. وكده حبايبي زي ما قدامكم هرجع احط بقى تفاح، وبعد كده فراولة، وبعد كده موز. بدأت ان انا اخد كده بايدي واوزع، طبعا ايديا نظيفة ما فيهاش اي حاجة. وزي ما قدامكم كده حبايبي بدأت ان انا احط الفراولة، وحطيت بقى باقي الفواكه اللي عندنا كلها، رجعت انا اوزعها تاني. وكده خلصنا جميع الفواكه عندنا في القالب تبعنا. وهاجي بقى اصب عليهم الخليط اللي عندنا، الصوص اللي احنا عملناه ده عليهم كده. وبعد كده هنسيبها بقى في التلاجة لحد ما تتماسك وتبقى جميلة. وبعد كده نخرجها ونقلبها، هتطلع بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله، الطعم بقى حكاية. ادعوا لي دعوة كده من قلبكم عشان افرحوا اولادكم وافرحهم بكل جميل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ويا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي يا حبايبي، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.